البدعة ظهورا إعلاميا، ولا محافل يقيمون فيها ما يندبون خدودهم. اليوم أصبح هذا يعلن علنا جهارا نهارا، وهذا لا خير فيه أيها المسلمون. وعلى أهل العلم في بلادنا أن يتخذوا الموقف الراشد في التحذير من هذه البدعة الخطيرة، فإن هذا لا يجر إلا إلى الافتتان. فأيها المسلمون احذروا واحذروا من أن تتسرب هذه البدع وهذه الأمور الخطيرة إلى بيوتكم. واليوم مجال الانترنت كل شيء مفتوح، فلا تدري كيف تدخل الشبهة، فحصن ابنك قبل أن يتطحنه الفساد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ أبو سهيل من تونس. حياك الله أستاذ أبو سهيل، أهلا وسهلا بكم، تفضلوا. الله يبارك فيك. حبيت نشرك أستاذنا وعد، ربي يبارك فيك إن شاء الله فيما تقدموا كل ليلة وتحفنا به. هذا بالنسبة للكلمة الأولى. الكلمة الثانية يعني عندي مداخلة نحب يعني نتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر والامتنان اللي ربي سبحانه وتعالى هدانا ووفقنا لركوب سفينة النجاة، سفينة أهل البيت عليهم السلام. حقيقة نحن يعني في نعم عظيمة، وكي تبعنا وهدانا ربي سبحانه وتعالى إلى هذه السفينة وإلى ركوب والسير على نهج محمد وآل محمد. ما الذي يعني أثر لحظة ما الذي أثر فيك حتى صرت من شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ والله يا أستاذنا يعني القصة طويلة شوية. يعني من عام 2000 متشيع وركبت سفينة النجاة، يعني بعد بحث طويل يعني تقريبا دام سنتين. بدأت يعني بنقاش مع بعض الإخوة، ومن ثم معناها دخلت في بحث معناها طويل ومعمق، والحمد لله رب العالمين يعني تبين لي الحق وتبين لي معناها وجوب والالتزام باتباع نهج أهل البيت عليهم السلام. زين، يعني لحظة أستاذ، أول موضوع كان موضوع النقاش، تذكر ما هي أول قدحة، أول موضوع فدخلت من هذا الموضوع؟ والله أول موضوع يعني كنا نتناقش يعني في الشغل. يعني أنا كنت يعني معناها منتمي لحركة الاتجاه الإسلامي في وقت من الأوقات يعني في شبابي، وكنت يعني كنا معناها نتناقش في بعض الأحيان يعني على معناها بخصوص يعني في الثمانينات بانتصار الثورة الإسلامية في إيران. كنا نتناقشوا في المواضيع، وخصوصا معناها كنا منبهرين بالنجاح الثورة وهذا. ولكن كنا يعني في قارة انفسنا يعني دائما وابدا يعني نتأسف ونحسوا يعني بنوع من الأسف، لأنه كنا ننظر ونقولوا يعني أنهم شيعة، يعني هم يعني في نهاية الأمر شيعة، برغم أن معناها كنا متأثرين يعني بالثورة وبانتصار الثورة، يعني بحكم أن يعني كنا ننتمي لحركة معناها إسلامية، حركة معناها تتبع الإسلام السياسي. والحمد لله يعني هذا في الثمانينات، وكنا يعني نتابعوا معناها ولكن ما كانش يعني هناك ثم بحث يعني عقائدي، ويعني للوصول معناها المعرفة الأفكار والعقائد أهل البيت. يعني كنا ننظر على أساس كونه يعني بنوع من كما يعني ينظر أهل السنة يعني بنوع من الريبة ومن الشكوك يعني. ولكن الحمد لله رب العالمين يعني في سنة 2000 يعني برغم اللي معناها نقول يعني في أواخر معناها في منتصف الثمانينات يعني مشيت اشتغلت يعني في السعودية وخلطت الوهابية، ونوعا ما تأثرت فيهم، برغم اللي يعني كنت في منطقة يعني أغلبيتها معناها شيعة إسماعيلية في المنطقة الجنوبية. ولكن يعني الإخوان الأهل بالمناطق هذيك يعني كانوا ما يحبوش يظهروا العقائد نتاعهم، كانوا يعني مغلقين على أنفسهم،
وبالتالي معناها ثم تاثير كبير يعني وقع في الوقت الفتره هذيك بالوهابيه السلفيه، وخصوصا في الوقت هذاك يعني كانت الحرب الافغانيه، وكانت معناها السعوديه في الوقت هذاك يعني تدعو للجهاد وتدعو مع ضد الروس في الوقت هذاك، وكان ثم تاثر يعني كبير بالناحيه هذه. ولكن بعد كملت الشغل هناك وروحت يعني تعرفت على، انا مش تعرفت يعني عندي اخوه يعني سابقين ونعرفهم من قبل، يعني زدت وصلت معهم يا اخي، نلقى البعض منهم يعني معناها قاعد يحاول معناها ياثر في المال، في فكر، في افكارنا، ويحاول باش يلفت انتباهنا لقضيه اهل البيت والعقائد الشيعيه. فبالتالي يعني اول ما لفت انتباهي هو بطبيعه الحال معناها قضيه الصحابه وعداله الصحابه، ويعني كيف يعني الاخطاء اللي وقعوا فيها. ولكن رغم هذاك كل اكيد يعني كانت صعب يعني كثير باش نتقبل يعني الافكار هذيك بحكم التربيه اللي تربينا عليها وكذا. ولكن والحمد لله معناها بديناها بكتاب ثم اهتديت للشيخ السيد تيجاني السماوي، ومنها انطلقنا في البحث، ولا بعدين خذينا كتاب ليالي بيشاور. يعني ليالي بيشاور هو اللي اثر فيه يعني تاثير كبير ياسر، لاني درست دراسه شافيه ووافيه من الجلد الى الجلد كما يقال، وحاولت يعني ان نعرف معناها ونتاكد من كل كلمه وكل مفردة يعني يقولها في الكتاب هذايا، وكل روايه يرويها. كنت نرجع معناها الكمبيوتر، وقت الوقت هذاك ما كانش ثم انترنت، يعني نرجع الكمبيوتر ونبحث على يعني المفردة هذيك او الحديث ذاك. وسبحان الله معناها كان الكلام نتاعو كل كيل يعني موثق، و معناها وجوده معناها عنده اصل يعني في الكتب اللي يذكرها والمراجع اللي يذكرها. والحمد لله رب العالمين بعد سنتين تقريبا يعني تبين لي الحق، وخصوصا يعني وانا هذا ندعو معناها جميع الاخيان اللي يحبوا يعرفوا حقيقه وحقيقه اتباع اهل البيت، يعني التاكد من الوصيه، لان هي المفتاح. وصيه والامر بالنهج على والالتزام بإمامة أهل البيت، يعني هذه هي المفتاح. الأخرى الكل يعني راها تفاصيل، هذه ساعات الإنسان يغرق في نقاشات يعني جانبية، ولكن القضية الأولانية اللي مفروض يعني يدرسها ويبحث فيها هي قضية الإمامة، وقضية معناها غدير خم والوصية. يعني إذا كان يعني تبين للإنسان أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصى يعني بالاتباع أهل البيت واتخاذهم ائمه، يعني ما عادش ثم عنده حتى عذر وحتى معناها اشكال، يعني بانه يلزم يسير في الخط هذاك، يلزم يسير على النهج هذاك. هذا هو معناها بالنسبه لي يعني اللي نعتبره معناها المفتاح. يعني القضايا الاخرى صحيح ثم برشا قضايا مهمه اللي صارت في التاريخ، وقضيه الامام الحسين عليه السلام، وقضيه القضايا معناها المعروفه والمطروحه والاشكالات، ولكن المفتاح هو الوصيه والحديث الثقلين. يعني الانسان لازم يبحث في القضيه هذه بحث جيد، واذا تبين له وتاكد ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بامر من الله سبحانه وتعالى بالالتزام بالتزام نهج اهل البيت عليهم السلام، يعني ما عادش يبقى له حتى عذر. يبقى في التفاصيل الاخرى ينجم يبحث فيها على مهل، وينجم معناها يتبين له يعني برشا حقائق بعد ما ياخذ ويتاكد من الخطوه الاولى اللي هي معناها الامر بوصيه غدير قم تركت فيكم ما تمسكتم به ما لن تضلوا ابدا كتاب الله وعترة اهل بيت، وانهما لن يفترقان حتى يردا علي الحوض. هذا يعني اهم يعني مفتاح بالنسبه لي يعني نراه معناها في الركوب سفينه النجاه. توا وقت اللي نجي نشوفوا معناها الاخيان وكيفاش معناها قاعد نتابع يعني من اول الحلقات في البرنامج نتاعكم، وربي يبارك فيكم، يعني وصار يعني جزء اساسي من السهريه نتاع كل ليله معناها نتابعوا فيك يعني والعائله. يعني حقيقه يعني شيء يثلج الصدر من ناحيه لما نسمع معناها فكر اهل البيت وروايات اهل البيت، ويعني كيفاش يدعيونا كيفاش يربيوا فينا ولكن في المقابل يعني الانسان يتاسف يعني اسف شديد
كرام معناها الأخيان من أهل أتباع الوهابية والسلفية، يعني الفكر نتاعهم اللي قاعدين يسيروا فيه والنهج اللي يسيروا فيه حقيقة يعني شيء يندى له الجبين. أنه إنسان يعني مسلم يدعي حب محمد وحب ربي وحب محمد ومسلم، ثم تلقاه يعني يفتش في أدق التفاصيل أو أدق عنها الحاجات اللي باش يبين فيها باش يخرج بنتيجة أنه أباء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يعني مشركين، وما يستلزم ذلك معناها الاعتقاد بشركهم، ما يستلزم ذلك من النجاسة والحاجات اللي الإنسان ينزه نفسه أصلا يعني لا يقدر باش يتكلمها وباش يقول، فضلا على الألوهية وعلى الوحدانية وعلى التجسيم ومعناها قضايا معناها كبيرة جدا. معناها الإنسان ما يلقى لها الأجوبة نتاعها ويرتاح لها، وكما تقول أنت يعني ينام على وسادة عالية إلا باتباعه والتزامه نهج أهل البيت عليهم السلام. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأدعو جميع الأخيان باش يبحثوا على مهل وما يتشنجوش ويطولوا بالهم وياخذوا وقتهم. راهي القضية قضية معناها جنة أو نار، مش قضية معناها بسيطة. الإنسان باش يعرف معناها الطريق الصحيح، أول الدين معرفته يعني معرفة ربي سبحانه وتعالى، وبعدين شنو؟ بعدين الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام يعني وقع فيه خلافات واختلافات كبيرة وملل ونحل معناها توجدت في صلب معناها العقيدة الإسلامية. يعني الإنسان لازم يبحث ويتروى ويكون معناها الحق حق وأن يتبع، ويكون معناها نزيه، وبصراحة يعني يطلب ربي سبحانه وتعالى باش يوجهه باش يهديه باش يوفقه، لأنه الإنسان يعني لا معناها مدد ما ينجمش يوصل حتى نتيجة. وربي سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني هذا هو اللي حبيت نقوله، وربي يبارك فيك على إتاحة الفرصة، وإن شاء الله ربي يبصرنا وينورنا ويحفظنا إن شاء الله جميعا، وربي يبارك فيكم. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم، بارك الله بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.